بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابنائي وبنات طلاب الصف الثاني الاعدادي، النهارده بناخد درس جميل جدا من دروس الجغرافيا، وهو الدرس الثاني المحاصيل الزراعيه. بص يا سيدي، بتتنوع المحاصيل الزراعيه في الوطن العربي وبنستخدمها في عده اغراض. في بدايه الدرس كده ممكن يجي لك سؤال ويقول لك ايه اهميه المحاصيل الزراعيه؟ ليه احنا بندرس الموضوع ده اصلا؟ هو الموضوع ده مهم في ايه؟ قال لك المحاصيل الزراعيه هي غذاء للانسان والحيوان. مفيش يوم بيعدي عليك الا لما بتاكل كل اكلك لازم يكون فيه محاصيل زراعيه. منها ما يدخل في الصناعه، وقلنا في الدرس اللي فات ان احنا عندنا القطن بيدخل في صناعه المنسوجات، والبنجر بيدخل في صناعه السكر، والقصب بيدخل في صناعه السكر، والفاكهه بتدخل في صناعه ايه؟ المعلبات والعصائر. منها ما يدخل في التجاره الدوليه زي البن، وهناخده كمان شويه. يبقى انا عندي لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر هناك اهميه للمحاصيل الزراعيه او ما اهميه الزراعه، اقول له لانها بتستخدم في غذاء للانسان والحيوان، لان منها ما يدخل في الصناعه، لان منها ما يدخل في التجاره الدوليه. وده سؤال مهم جدا وبيجي كتير قوي في الامتحانات. طب افرض جالك سؤال وقال لك ما نتائج تنوع المحاصيل الزراعيه؟ المحاصيل لما بقت انواع كتير ايه اللي حصل؟ لما بقى عندي انواع كتير بقت مصر تدي مثلا خيار للسعوديه، السعوديه تدي لمصر طماطم، السودان تدي لمصر فلفله، اليمن تدي لهم ليمون. يبقى كده احنا نعمل ايه؟ نعمل سلطه. نعمل ايه؟ نعمل تكامل بين الدول العربيه. يبقى كل دوله ممكن توزع اللي مش عندها، تاخد اللي مش عندها من الدوله الثانيه وتدي اللي عندها، فبالتالي نكمل بعض. ما هي انواع المحاصيل الزراعيه؟ المحاصيل الزراعيه 3 انواع، يا اما حبوب زي الذره وزي القمح، يا اما محاصيل صناعيه وتجاريه زي القصب وزي القطن، يا اما اشجار مثمره وفاكهه زي التين والبرقوق والخوخ والمشمش والحاجات دي كلها. الحبوب الزراعيه اول نوع من انواع ال3، هي المحاصيل اللي بيعتمد عليها الانسان في غذائه زي القمح والرز والذره والذره الرفيعه. وخلي بالك احنا عندنا الذره الشاميه والذره الرفيعه. تمثل الحبوب الغذائيه مساحات واسعه من الاراضي المزروعه في الوطن العربي، لدرجه ان احنا عندنا المحاصيل الغذائيه لوحدها بتاخد 3/4 المساحه، 74.6%. مصر بتعتبر اكبر الدول انتاجا للحبوب، طبعا باينه خالص عشان مساحه مصر كبيره وسكانها كتير وبياكلوا كتير ما شاء الله عليهم. اول حاجه القمح. بيعتبر القمح من المحاصيل الغذائيه المهمه. القمح بيتزرع في فصل الشتاء. طب القمح عشان يتزرع محتاج ايه؟ القمح عشان يتزرع محتاج حراره معتدله وتربه خصبه سهله الصرف، والانتاج بتاع القمح تقريبا 23 مليون. انت مش مطلوب منك انك تحفظ ارقام، الارقام للاستدلال بس عايزك تبقى عارف مين اولى الدول في انتاج كل محصول. يعني كل محصول اعرف لي اول دولة فيه، ده شيء مهم جدا 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 انك تعرف لي كل محصول دولة اللي هي رقم 1، سيبك من الدول اللي بعد كده. اكبر الدول المنتجة للقمح هي مصر، يليها المغرب ثم سوريا. وخد بالك هتلاقي معظم المحاصيل يا مصر يا المغرب، يا مصر يا المغرب. بما تفسر إنتاج مصر من القمح لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة الاستهلاك. احنا 10 تنفار وقدامنا سندوتش، السندوتش مش هيكفي عشان احنا بناكل كتير وعشان السندوتش قليل، يبقى بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة الاستهلاك. طيب لو جالك سؤال وقال لك ما نتيجة عدم كفاية إنتاج القمح في مصر؟ القمح مش مكفينا، هنموت من الجوع ولا هنعمل إيه؟ قال لك أدى ذلك إلى استيراد كميات كبيرة من الدول الأجنبية. يبقى إحنا ليه بنستورد من الدول الأجنبية؟ لأن الإنتاج ما بيكفيناش. طب لما الإنتاج ما كفيناش بقينا نستورد من الدول الأجنبية. الشعير بيزرع في موسم الشتاء. سؤال مشهور جدا يجي بما تفسر يزرع الشعير في الأراضي التي لا تصلح لزراعة القمح. نقول له لأن الشعير بيتحمل الجفاف، بيتحمل تذبذب درجة الحرارة، بيتحمل فقر التربة. بقول لك على حاجة تريحك من الموضوع ده كله،
الشعير عامل زي الراجل الطيب المغلوب على أمره، جفاف شغال، تذبذب في الحرارة شغال، فقر في التربة شغال. وعندنا المغرب هي أولى الدول في إنتاج الشعير. المغرب هي أولى الدول في إنتاج الشعير. بعد كده بنلاقي عندنا الذرة الشامية. الذرة الشامية بتزرع في الصيف، كمية الإنتاج حوالي 7.5 مليون طن. الدول المنتجة أول واحدة فيهم مصر، وبعد كده إيه؟ المغرب. وزي ما اتفقنا يا إما مصر يا إما المغرب. الذرة الرفيعة بيتزرع في الصيف 7.7 مليون طن. أولى الدول المنتجة السودان، وهنا أول مرة هنلاقي السودان منتجة، لأن السودان بتعتمد على الذرة الرفيعة بدرجة كبيرة. تليها مصر. تعتمد بعض الدول على الذرة بأنواعها لسد العجز من إنتاج القمح، بيعملوا منه الخبز وبيعملوا منه إيه؟ عناصر غذاء رئيسية، وذلك عشان يقللوا الاستيراد من الخارج. فاكرين من شوية لما قلت لكم في محصول طماع؟ هو ده يا بقى الأرز. الأرز بيتزرع في الصيف 7 مليون طن. مصر أولى الدول، تليها مين؟ العراق. مناطق زراعته في شمال الدلتا، بيتزرع في شمال إيه؟ الدلتا. بما تفسر يعد الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا. احنا قلنا من شوية إنه عامل زي الراجل الطماع، محتاج حرارة مرتفعة، محتاج مية كبيرة، محتاج تربة تقيلة. يبقى حطها كده قاعدة في دماغك، الأرز محتاج حرارة مرتفعة، مية كتيرة، تربة ثقيلة. المحاصيل الصناعية والتجارية، وهي المحاصيل اللي بتدخل في الصناعة وبتدخل في التجارة، زي القطن وقصب السكر والبنجر والبن. نيجي لأول واحد، قصب السكر بيتزرع في الصيف بعكس البنجر بيتزرع في الشتاء. كمية الإنتاج حوالي 24 مليون طن. أولى الدول المنتجة مصر ويليها السودان. بما تفسر تعتبر مصر أكبر الدول المنتجة لقصب السكر. أقول له بسبب توافر شروط زراعة قصب السكر في مصر. طب هي إيه شروط زراعة قصب السكر؟ مياه وفيرة، تربة خصبة، جو مشمس. وخدها قاعدة في دماغك، أي محصول بيتزرع في الصيف محتاج جو مشمس وحرارة، وإلا كنا زرعناه في الشتاء. تمام؟ يبقى أنا عندي سؤال مهم جدا، وكل فقرة بحاول أجيب لك عليها الأسئلة اللي ممكن تيجي فيها. مهمتك بقى إن أنت معودش تنسى الأسئلة ديت. يبقى مياه وفيرة، تربة خصبة، جو مشمس. بما تفسر أهمية قصب السكر. قصب السكر هو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر، وكمان ممكن أصنع منه الورق لما أضغط المصاصة بتاعت القصب، وأصنع منه الخشب المقوى. بنجر السكر. بنجر السكر بيتزرع في الشتاء عكس قصب السكر. أولى الدول المغرب، التاني كان فيه مصر. أماكن زراعته في الجهات الشمالية من الوطن العربي. طب إيه اللي أنا خدته في الجهات الشمالية من الوطن العربي؟ الأرز لما قلنا عليه طماع. بما تفسر أهمية محصول بنجر السكر. أقول له بيصنع من عصارته السكر، ومن المخلفات بتاعته علف الماشية. وده سؤال مهم جدا، أهمية محصول بنجر السكر. يصنع منه السكر وعلف للماشية. القطن. القطن بيتزرع في الصيف، يبقى أكيد بيحتاج حرارة وبيحتاج مية. القطن أول دولة فيه مصر، يليها السودان، ثم سوريا والمغرب. وزي ما اتفقنا احنا بنحفظ أول دولة بس. يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر تعتبر مصر أولى دول العالم المنتجة للقطن طويل التيلة. أقول له بسبب توفر شروط زراعة القطن طويل التيلة في مصر، من درجة حرارة مرتفعة، ومن تربة خصبة جيدة الصرف، ومن أيدي عاملة وفيرة. بما تفسر إقبال دول العالم على شراء القطن المصري بسبب نعومة خيوطه وبياضها، لأنه قطن طويل التيلة. البن. البن ده بقى من أهم المحاصيل في الدرس، واحنا بصراحة عندنا المحاصيل كلها مهمة، بس البن ده بيجي فيه سؤال مشهور قوي وهقول لك عليه دلوقتي. تعتبر اليمن أولى الدول العربية المنتجة للبن. ليه؟ أكيد لأن شروط زراعة البن موجودة فيها. احنا طبعا عرفنا بقى
اي دولة يجي يقول لك ليه هي تعتبر اولى الدول، تقوم قايل له بسبب وجود شروط الزراعة او توفر الايه الجو المناسب لزراعة هذا المحصول. ايه هي شروط الزراعة؟ اقول له شروط الزراعة درجة حرارة مرتفعة وامطار غزيرة وتربة خصبة. طب اولى الدول المنتجة اليمن. يجي هنا واحد ويقول لي طب يا مستر، ما احنا عندنا مصر فيها درجة حرارة مرتفعة وفيها امطار غزيرة وفيها تربة خصبة. اقول له لا، خد بالك بقى، ما هي دي بقى الحتة اللي بتوقع الطالب الذكي فيها. البن محتاج درجة حرارة مرتفعة وفي نفس اللحظة يكون في امطار غزيرة، يعني محتاج مناخ مداري. مش احنا قلنا ان احنا عندنا المناخ المداري في اليمن وفي موريتانيا وفي السودان؟ طب المناخ المداري عكس مصر. يعني ايه عكس مصر؟ يعني ممطر في الصيف. طب انا عندي الحرارة مرتفعة هناك في الصيف والمطر غزير في الصيف، لكن احنا عندنا هنا لو الحرارة مرتفعة في مصر يبقى في جفاف، ولو في مطر في مصر يبقى في برودة. يبقى انا عندي القطن بتاع البن بيزرع في اليمن عشان في حرارة مرتفعة وفي امطار غزيرة. وخد بالك قوي من النقطة ديت، لان في طلبة كتير جدا بيزعلوني وما بياخدوش بالهم منها. بما تفسر اهمية محصول البن؟ ده بقى سؤال مضمون بإذن الله، لأنه من المحاصيل التي تدخل في التجارة الدولية. يعني إيه؟ يعني الدول الخارجية بتيجي تشتري البن، وده المحصول الوحيد اللي قلنا عليه كده. الفاكهة والأشجار المثمرة، تزرع في الوطن العربي الكثير من الأشجار المثمرة. إنتاج الوطن العربي من الفاكهة حوالي 28.7 مليون طن. التمر، أشجار النخيل في الوطن العربي حوالي 90%، وأولى الدول في إنتاج التمر هي العراق. بالنسبة للعنب اللي احنا بنسميه الكروم، أماكن زراعته على سفوح المرتفعات. أولى الدول العربية لإنتاج العنب هي المغرب. بالنسبة للموالح اللي هي اليوسفندي والليمون والبرتقال والحاجات ديت، كمية الإنتاج 10% من الإنتاج العالمي. أولى الدول فلسطين. الزيتون، أماكن زراعته في المناطق اللي بتطل على البحر المتوسط. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاعي النهارده. يا ريت يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يا ريت تسيبوا لي على صفحه مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. واتمنى يا رب ليكم جميعا النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.